مرحبا فيكم. أنا نور شام من قناة بهابي ان اس. رجعت لكم فيديو جديد. بهذا الفيديو راح أقضي معكم يومين باللون الأحمر. هو بصراحة إنه كان لازم يوم يعني ومع مشتريات وهيك شغلات، بس أنا سويتهم يومين لأن طلع الفيديو كتير قصير. فإن شاء الله يعجبكم الفيديو وتستمتعوا معي. وهذا الفيديو بالتعاون مع قناة يوميات ميم، قناتها بالوصف وأول تعليق، فيا ريت تروحوا تشوفوا الفيديو تبعها وتشتركوا قناتها. وبس والله خلونا نبدأ. فأول شغلة بلشت فيها بصراحة اللي هي اللبس. كان عندي كنزتين، كنزة هودي لون خمري وكنزة تانية مثل صوف لون هيك برتقالي على أحمر. ما عندي هيك كنزة حمرة يعني لون أحمر فاقع، عندي هدول يعني الخيارين. فيومها كان مو برد كتير يعني، فقلت بلبس يعني اللي فوق إنه أشوى من اللي تحت لأن الهودي عن جد بيكون بشوبه. فلبستها وأنا كتير بحب الأبة بصراحة تبعها. وحبيت فرجيكم الخواتم يلي أختي هلا عم تساويهم، إن شاء الله بدها تفتح بزنس يعني خاص لها، فكتير حبيتهم بصراحة. وعطتني هذا الخاتم الأحمر يعني فكتير حبيته. وبعدها نقلت سيارتي يعني من تحت من المكان اللي بصفه لبرا يعني. قلت بدي هيك نظفة من جوا شوي معكم، قلت يوم أحمر وهيك فبنظفها معكم. أمي عم تقلي إنه نظفيها لأن عم روح وأجي فيها كتير فموسخة صايرة من قلبها. فأول شي صرت أمسح التابلت والدركسيون والشغلات كلها من جوا، وبعدين كنست الأرضية وبس والله. وبس خلصت تنظيف السيارة رحت عبيت بنزين للسيارة لأن ما كان فيها كتير، كان فيها إنه آخر شهرين فلازم عبيها. فعبيتها بصراحة ما نظفتها من برا، قلت بالويكند يعني أو بقلب الأسبوع إن شاء الله بنظفها، لأن كنت يومها بدي أطلع على الشغل. إن شاء الله بدي أصور لكم فيديو عن الشغل والمحل وهيك. فيومها كمان من كم أسبوع اشتريت هذا الفستان وعندنا حفلة قريبة، فقلت بصور لكم إياه إنه يوم أحمر وهيك، فحبيته كتير. وهيك كمان مشففين مع بطن هيك ببين البطن يعني كتير بصراحة أنا بحب هيك يعني الفساتين اللي بيكونوا بهالشكل. وهي اليوم الثاني فإن أنا وأختي بكير كان عندنا يوم تطوع يعني بالجامع، فرحنا على هذا المول اللي أنا كتير بحبه، مشغلين منزلين شغلات جديدة عن الكريسماس وهيك. وفت على هذا القسم بدي أشتري مثل شطة مطة، فهدول أحيانا بيكون فيهم خنزير، فهي للفيجان فما فيها. فجبتها أنا ضايقتها قبل، عن جد كتير طعمها طيب، فجبتها. وجبت هذا العصير بصراحة كنت أول مرة بجربه، بس عن جد طعمه بجنن. إن شاء الله بدي يصير كل مرة أشتري يعني منه. فرجعت على البيت لبسنا كنز التطوع ولبست مع هذا القميص قلت فيه هيك كم شغلة يعني أحمر. وأنا عم بطلع من المول كمان شفت كيت كات فجبتها، وهدول الشغلات يعني اللي جبتهم فقلت باخدهم معي إذا جعنا أو هيك شي. وبعدها انطلقنا أنا وأختي. كنا لازم نروح عند وحدة يعني أجنبية إنه بدها تعطي شوية أختي مثل خرز، بدها تعطيني كمان شغلات مشان قواعد للي أنا عم ساوي هون كمان للريزن. فرحنا لعندها، كنا بصراحة صرنا زمان مو رايحين لعندها مشان كورونا وهيك. يعني فوتتنا، فكرناها إنه هي بس رح تعطيني إياهم من الباب، فقالت لنا لا فوتوا. فقعدنا تقريبا شي ساعة، فتأخرنا على الجامعة تقريبا شي 10 دقايق أو 7 دقايق. ونحن رايحين مرقنا من عند هذا المطار، فالغيوم كانوا عن جد عندهم كثير هنيك حلوين، فأختي كمان حبت تصور لكم إياه. فالحمد لله بس وصلنا على الجامع كانوا مو كل البنات واصلين، ففتنا انتظرنا يعني هيك شوي وبعدين بلشنا نظبط البوكسات وبس والله. بعد ما خلصنا البوكسات وهيك كان في إنه مثل محاضرة مع الشيخ فبيسألنا أسئلة وهيك، فعن جد كانت الورك شوب كتير حلو وكتير هيك بنستفيد منه الحمد لله. وبعدين أكلنا بيتزا، كانوا جايبين لنا بيتزا على تشيز وعلى مثل خضرة، فعن جد كانوا كتير طيبين كمان. وبعدين حبيت انهي الفيديو بهي الرسمة يلي رسمتها، بصراحة ما عجبتني كتير ولا مقتنعة فيها لهلا، بس قلت يعني انه مشان انهي الفيديو مشان يصير 5 دقايق كمان. وحتى نسيت كلمة اليو بكلمة بيوتيفول يعني، بس انه تحملوني. فهيك والله بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا معي. بحبكم خيرات الله، ولا تنسوا تشوفوا فيديو يوميات ميم. وبس مع السلامة.